بالنسبة للبرهان يا أخي أنا ما عندي فرق بيني وبين حميدتي، كلاهما شر، كلاهما خائن لله ورسوله، كلاهما كان على علاقات قوية بالصهاينة، لكن الفرق إنه حميدتي علاقته بالموساد، أما البرهان ذهب مباشرة إلى نتنياهو. أما بالنسبة للحركة الإسلامية يا أخي، فمن قال لك أنا أثق بالبرهان 100% وكذا هو أحد رجلين، إما أنه يكذب عليك، وإما أنه يعني فقد عقله. يعني ليس هناك مسوغ واحد للثقة بالبرهان. أولا من ناحية الدين الرجل ما عنده دين، ثانيا من ناحية تسبب في هذه الأزمة هو يحمل النصيب الأوفر، لأن حميدتي كان يجند تحت سمعه وبصره، إمارات كانت تسلحه تحت سمعه وبصره، المناطق الاستراتيجية هو الذي سمح بتواجد قوات لحميدتي فيها. يعني حميدتي كان يقدم طلب لأنه يريد قوة في المطار، الجيش يرفض، والبرهان يوقع في الإذاعة، في في القيادة العامة، في القصر الجمهوري. ولذلك بعض الناس الآن يعتقدون أن الدعم السريع احتلها أو استغنى، لا، هو أصلا كان موجود فيها. وطبعا ما يسمح في أي بلد إنه يعني قوتين عسكريتين تكون يعني في مكان واحد. أيضا البرهان هو الذي عدل قانون قوات الدعم السريع، فسمح لهم باستيعاب الأفراد بغير حساب. كيف؟ فلذلك يا أخي البرهان الحركة الإسلامية لا تثق به أبدا. وبل أكثر من ذلك، الآن البرهان آخر زيارة لأمريكا يعني قبل شهر أو شهرين في اجتماعات الجمعية العامة، التقى ببعض المسؤولين الأمريكيين ولم يصدر بيان عن الذي دار. وكلامك صحيح إنه مصر تريد الجيش، باعتبار إنه جيش يريد التفاهم مع جيش، وكذلك الأمريكان وأيضا الأنظمة الخليجية هذه أفضل لها أن يحكم البلد عسكري، لكنهم كلهم عندهم اعتراض على أي تواجد للإسلاميين. لكن أبشر بأن البرهان أعجز من أن يقضي على الإسلاميين، لأن الإسلاميين الحمد لله موجودون حتى في مكتبه.